الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله انا مع بعض طريقه المفتقه. قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تنزلكم كل جديد. بصي يا ستي، انا جبت طاسه ما بتلزقش فيها حاجه خالص وما حطيتش زيت ولا اي حاجه. انا حطيت بس السمسم والفول السوداني وهقلب الحاجات دي لحد حاجات بس ما تسخن. انا مش عايزاها تتحمص ماشي، عشان الحاجه تبقى مظبوطه معاكي. هنقلب كده المنظر ده كده اهو لحد بس ما تسخن، وبعد كده هنقفل عليها. نقعد نقلب كده لحد ما الحاجات بس تدفى معاكي ماشي. لسه برضو فيها رطوبه شويه ماشي. نفضل نقلب كده وبعد كده نيجي مع بعض ماشي. خلاص اهي ما شاء الله. هنقفل عليها بقى. دلوقتي هنعمل طريقه المفتقه. هنجيب حله كده وهنجيب شويه زيت المنظر ده كده، دول معلقتين او ربع كوبايه زيت ماشي. ربع كوبايه صغيره مش كبيره. هو كيلو الدقيق بياخد نص كوبايه زيت ماشي. النص كيلو بياخد ربع كوبايه زيت. نفضل بقى لغايه بس ما يسخن معانا ونيجي مع بعض. كده الزيت خلاص اتقدح اهو. هنحط بقى 4 معالق دقيق ماشي. احنا قلنا النص كيلو بياخد 4 معالق بس. لو كيلو قصدي عسل هياخد نص كوبايه دقيق. نقلب بقى كده زي البشاميل بالظبط لحد ما ريحه الدقيق بس ما تطلع ونيجي مع بعض ماشي. نفضل نقلب كده ما تكلكعش معاكي ماشي. المنظر ده كميه الدقيق بتبقى زي كميه الزيت اللي انت حطاه ماشي. لما يطلع بقى ريحه الدقيق كده ويتحمص معاكي هنحط بقيه المقادير. المنظر ده كده بصوا خلاص كده الدقيق اتحمص. هنحط بقى معلقه من الحلبه المطحونه. طبعا في المحوجه، انا ما جبتش المحوجه يا جماعه، هي غاليه اساسا وكمان مش قد كده، مش حلوه يعني، مش اصلي يعني. فانت بتجيبي الحلبه المطحونه هتديكي برده نفس الطعم ونفس الريحه. هنقلب كده برده مع بعض. انا بقول لك الريحه طلعت ما شاء الله. هنحط بقى المكسرات وكله هيتحمص مع بعضيه تاني كده ماشي. نقلب بقى كده. بصوا احنا قلبنا كله مع بعض بقى. هنحط بقى العسل. انا بقول لكم نص كيلو جايباه. طبعا لو هتعملوا كميه كبيره الحله تبقى كبيره يا جماعه وواسعه، عشان هو لما بيجي يغلي بقى ساعات بيفور شويه، عشان ما يغرقلكيش البوتاجاز. المنظر ده كده هنقلب بقى كله مع بعض كده. طبعا الطول كده خفيف، مش كده خفيف، لو كده مظبوط ماشي، لانه لسه بيتقل في التلاجة عشان لسه سخن. هنسيبه بقى يغلي شويه وبعد كده هنطفي عليه. هو كده خلاص قرب اهو. نقلب بقى كده ماشي. اول ما تلاقي بقى كده بقلل بالمنظر ده كده خلاص دخل كده على السوا بقى خلاص ماشي. توطي عليه عشان ما يفرش على البوتاجاز. لو انت جايبه كميه كبيره والحله تكون واسعه ماشي. انا من نص كيلو بس. لو انت جايبه كميه كبيره فبتكتري بقى المقادير وتعملي بقى ماشي كده. خلاص اهو بصوا عامل ازاي ما شاء الله. هنقفل عليه بقى خلاص ونسيبه يبرد ونحطه بقى في البطرمانات ماشي. نحط مع بعض العسل والمفتقه ماشي. المنظر ده كده بسم الله ما شاء الله. بصوا يبقى المنظر ده كده. شايفين المكسرات من فوق عامله ازاي؟ شوفوا البطرمان عامل ازاي ما شاء الله. بعد ما خلصنا خالص ماشي اهو ما شاء الله. شايفين احسن من اللي بره. ما تشتريش من بره، اعملي حاجتك في البيت احسن وانضف. طبعا انا بقول للبنات المبتدئين وكلنا شاطرين ما شاء الله وكلنا بنتعلم من بعض ماشي. بالمنظر ده كده وبألف هنا وشفا.